قال إذا مصر أصرت على استرداد التمثال إني على استعداد أن أعلن الحرب ضد مصر. I want to go home. خرج بطريقة غير شرعية فعلا. يعني رأس نفرتيتي بخرت حس انها تحفة لا تعوض، فغطاه بورق جرايد وحطه كده في الظل. ولما جاء يوم التقسيم قال لفيفر اللي هو كان المندوب عن مصر، قال له ده تمثال من الجبس ورأس أميرة مجهولة الهوية. الجميل بقى ان لفيفر الفرنساوي كتب الكلام، سجل دون. بناء عليه مصر سنة 33 طلبت برأس نفرتيتي. هتلر كان في الوقت ده ما شافش التمثال، راح يشوفه، اتسمر قصاده ساعة وهو خارج قال إذا مصر أصرت على استرداد التمثال إني على استعداد أن أعلن الحرب ضد مصر. ضد مصر عشان راس التمثال، عشان رأس تمثال نفرتيتي. ويكفي ان كتب الجراحة عند جراحي التجميل رأس نفرتيتي في الاول على اساس انها جولد ستاندرد في مقاييس الجمال. الانف بشكل نفرتيتي، الرقبة، الوجنتين. اي واحد عاوزة تبقى حلوة تقول له اعمل لي انف زي انف نفرتيتي، اعمل لي شفايف زي بتاعت نفرتيتي، خدود او وجنتين يعني زي وهكذا. جولد ستاندرد يعني.